السلام عليكم. النهارده 11/11. بفضل الله وكرمه، الحمد لله يا رب، الحمد لله. رجعت بقى ايه للشغل مع الاطعام. الناس اللي مش عارفه، طبعا القناه بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن مساعده المحتاجين على قد ما بقدر، على قد استطاعتي. ده بفضل الله وكرمه. بفضل الله وكرمه. العروسه اللي انا شغاله عليها دلوقتي عروسه رقم 33. فكره العرايس ان انا بروح للعروسه بعد البحث وبعد ما اتاكد من حالتها، واعرف ان هم ودلوقتي بقى الكل غلابه، يعني بقى الكل لا حول ولا ولا قوه. المهم، بختار، بقول للعروسه تختاري اوضه النوم ولا المطبخ، اوضه النوم ولا المطبخ، ها اختاري. وبسيبهم هم ايه يختاروا، ادوات اوضه النوم او ادوات المطبخ من غير الاجهزه. يعني الاجهزه بتبقى بالنسبه لي صعبه، في جمعيات تانية بتجيب الاجهزه. المهم، بخلي العروسه تختار اللي هي عايزاه، وبنكتب كل طلباتها بفضل الله وكرمه. بروح بقى ايه نجيب ايه بقى. اوريكم، بصوا الجمال. هوريكم حاجه دلوقتي، بس احكي لكم بس شويه ايه عن فكره العرايس. فكره ستر البنات جميله 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 جميله، والذكي اللي يمشي في ستر البنات بالذات. كلنا عرايس وكلنا اتجوزنا بحاجات نقصانه، ومعظمنا اتجوز من اهل الخير، وانا من ضمنهم. يعني انا من ضمن الناس اللي اهل الخير جوزوها، ودي حاجه ما تزعلش، بالعكس دي حاجه احطها على راسي كده فخر. تمام. بس الفكره ان انا الناس جابوا لي مثلا حاجات اتجوز بيها على مزاجهم هم وعلى ذوقهم هم، فخدت قرار على نفسي، لا انا هجيب للبنات على ذوقهم هم، وعلى اختيارهم هم، وعلى الحاجه اللي هم يحبوها، وعلى الحاجه اللي هم يختاروها، والحاجه اللي انا ابقى شايفه ان هي حلوه. يعني في بنات بتيجي معايا تقول لي لا لا دي مش حلوه، او اوريهم حاجه في التليفون لا دي مش حلوه. يا حبيبتي دي اغلى، دي حلوه جدا، فينقوا اقل، ما عنديش مشكله. والفكره كمان ان دي عروسه، يعني عروسه. يعني انا لو بنتي هشورها هروح انقلها احسن وافخم واجمل حاجه. مش هجيب ب 1000 جنيه 10 حاجات، لا لا مش هجيب كده. بس وبرضه مش هجيب بال1000 جنيه مثلا حاجه واحده مثلا، لا هجيب حاجه خير الامور الوسط، مش حاجه وحشه، مش حاجه اي كلام. انا في ناس بتجيب لي هدوم وحاجات سيئه تقول لي ايه طلعي العرايس، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش. عروسه يعني تخش بحاجات جديده، بحاجات نظيفه، بحاجات قيمه. ما تجوش يا جماعه تهاجموني ان انا بجيب حاجات وحشه. في ناس بتيجي تزعق لي ان انا بجيب حاجات حلوه، في ناس تيجي تزعق لي تقول لي ما تجيبي لها طقم الحلل المدور الالمونيا. ايه, إيه؟ المونيا ايه المدوره بتاعت زمان دي؟ لا انا هجيب لعروسه حاجات حلوه، واللي عايز يشارك يشارك، واللي مش عايز يلا روح مع السلامه. عروسه بتلمع كده، عروسه بتبرق، لازم تبقى كل حاجتها جايه تحفه. اقبلها على نفسي، واقبلها على بنتي، واقبلها على الحبايب. لازم لما نجيب حاجه يا جماعه نجيبها زهران يا جماعه. لازم لما نجيب حاجه نجيبها زهران، اما نجيب حاجه نجيبها بورسلين، اما نجيب حاجه نجيبها طقم بهارات تحفه. نجيب حاجه الوطنيه، في الوطنيه اهو. لازم لما نجيب حاجه نجيبها شيك، نجيبها محترمه. دي عروسه. هو احنا لو جبنا حاجه لازم نجيب كوبايات حلوه، مش الكوبايات ام 40 جنيه. وعلى فكره دي مش غاليه، دي كوبايات ب 130 او ب 140 جنيه، مش غاليه. بس كل عروسه بتيجي برزقها. فاللي حابب يشارك جزاك الله خير الجزاء. عندنا 7 عرايس شغالين عليهم. في عروسه نطت باراشوت كده، محتاجه القطن، وفرنا حق القطن. هنزل لكم الفيديو قريب، هبعت لها بكره الفلوس في البوسطه عشان انا مش فاضيه اروح اجيب لها القطن. هي هتجيبه وهنزل لكم القطن. المهم يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى هيمسك الحاجه، فلما يمسكها كده، يمسكها كده بايديه، ها، يمسكها كده بايديه، يعرف ان انت جايب حاجات غاليه. صاحب شركه الكرنك جزاك الله خير الجزاء، جزاك الله خير الجزاء. حاج عبد السميع جزاك الله خير، جزاك الله خير. انت وولادك جزاكم الله خير. كل الناس اللي شاركت في الحاجه جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. اصحابي البنات يعني كتر خيركم. بصوا الحاجه، بصوا ما شاء الله، ما شاء الله الحاجات جميله ازاي. اصحابي البنات بقى اللي تعبوا بقى في الحاجه بجد وجابوا لي حاجات كتير جدا، جزاكم الله خير. بصوا انا هوريكم، بس هقلب الكاميرا. قبل اي حاجه لما تعمل حاجه لربنا سبحانه وتعالى قدموها لها حلو، قدموها كده هتبقى حلوه، هتبقى جميله، عشان دي هتوصل لربنا. تمام، مش هتوصل لاي حد. هقلب الكاميرا وهوريكم الحاجات قد ايه جميله. ثواني، الكاميرا تقريبا ما بتتقلبش، بس ماشي اهو. ما شاء الله، طقم بورسلين، طقم بهارات،
بصوا الحاجات، بصوا الحاجات جميله ازاي اهو. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي شارك وكل اللي هيشارك جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. العروسه دي رقم 30 لسه فاضل لها شويه حاجات هجيبها ان شاء الله. والعروسه الثانيه بنجهزها في بيتها، الباشمهندس ابراهيم والباشمهندس اسلام بنوصل الحاجه على البيت على طول، لان ما عنديش مكان في البيت. السلام عليكم.